انا عايزه اقول لكم بقى النهارده فيديو مختلف شويه عن باقي الفيديوهات. ان انا اتكلمت مع ربنا، والمفاجاه مش هتتوقعوها. المفاجاه انك لما تتكلمي معاه هيرد عليك. طب ازاي؟ هو ده اللي هنتكلم في فيديو النهارده. تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني اشتراك وتابعيني. فعلا بإذن ودود معايا حياتك هتتغير وهتدعيلي. تعالى أقولك على حاجة جميلة جدا. يلا بصي معايا دلوقتي، اعمل اللي أنا هقولك عليه. غمضي عينك. يلا غمضت عينك. تخيلي ان انت واقفة قدام ربنا دلوقتي، وربنا قدامك. خليكي اشعري الاحساس ده. بصي حسي الاحساس ده ان انتي واقفه قدام ربنا دلوقتي، مالك الملك والملكوت، له ما في السماوات وما في الارض. كل الدنيا دي لربنا. احنا كمان انتي نفسك وذاتك بتاع ربنا مش بتاعتك. انا لله وانا اليه راجعون. انا لربنا وانا ليه راجع في الوقت اللي ربنا مقدره لي. استشعري قوة وعظمة ربنا، ان هو اغنى حد في الكون، الغني المغني الوهاب، اكتر حد يهب لك، قادر ومقتدر، قادر على كل حاجة عايزة توصلي لها، قادر على كل شخص عايزة ترتاحي منه شوية، قادر على كل مشكلة بتحصل لك يحلها لك. غمض عينك كده وخليكي معاه، اتكلمي معاه. يا ربي انا محتاجة لك قوي، يا رب انا تايهة من غيرك، يا رب انا لو مت على وضعي ده انا مش عارفة هقابلك ازاي. قربني ليك اكتر يا رب، زدني ايمان بيك وخضوع ليك وخشوع ليك يا رب، زد يقيني بيك يا رب وايماني بيك يا رب. انا لو خسرت رضا ربنا عليا في الدنيا هخسر دنيا واخرة. انا اهم حاجة عندي في الدنيا رضاك يا رب. اتكلمي معاه وقولي له كده، اجبر بخاطري يا رب، تمام؟ انصرني وقويني يا رب. يا رب انا مش عارفه انا عايزه ايه اصلا. يا رب يعني اختار لي ولا تخيرني. اتكلمي معاه، احكي له واشكي له انا تعبانه من غيرك يا رب، لكن قويه بيك يا رب، عزيزه بيك يا رب، غنيه بيك يا رب، تمام؟ من غيرك يا رب انا ولا حاجه. قربني ليك يا رب. اجعل دايما دماغي مشغولة بيك انت بس يا رب. مش هتشيلي هم للدنيا طول ما انت واثقة في ربنا ان هو معاك. اي مشكلة تحصل لك لا، واثقة ان معايا ربنا، وهخرج من المشكلة دي بسلام، وهكون منتصرة كمان. تمام؟ اتكلمتي مع ربنا؟ لو ممكن توقف الفيديو وتاخدي راحتك خالص مع ربنا، تحكي له وتشكي له. يا رب لك الحمد على النعم الجميله اللي انت عطيتها لي. انا ممتنه ليك يا رب على كل حاجه حلوه حصلت لي، وكل حاجه حلوه بتحصل لي، وكل حاجه حلوه باذنك يا رب هتحصل لي. ده ثقه فيك بس يا رب، ده ظني فيك خير يا رب. احكي له واشكي له وقولي له على كل حاجه انت عايزاه. ممكن توقف الفيديو وتاخد راحتك وتكمل الفيديو تاني. ها، كلمتيه؟ قلتي له كل اللي انت عايزاه؟ فضفضتي معاه؟ عيطتي؟ ارتحتي؟ المفاجأة بقى انه هيرد عليك. لا، المفاجأة كمان انه ممكن يصاحبك في الدنيا. يعني ايه صاحبني؟ الناس اللي بتصلي الفرض والسنة، ده سنة بقى ومش مهمة يعني او كده. تعالى اقولك السنة دي فوائدها عظيمة او جميلة. في حديث بيقول ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما ربنا يحبك بقى تعالي شوفي ايه اللي هيحصل. كنت سمعه الذي يسمع به، هيبقى ربنا هو سمعك، لا تسمعيش غير كل حاجة حلوة بس وكل حاجة ترضيه. كنت بصره الذي يبصر به، هنشوف بس اللي يرضي ربنا. ويده التي يبطش بها، مش ايدي مش هتتمد على الحرام أبدا. ورجله الذي يمشي به، ولئن سألني لأعطيه. شوف ربنا يعني بيقول عن نفسه هيسألني هعطيه، حقا على الله أن يعطيه.
تمام. ولئن استعاذني لأعيذنه، اعتصم بيا واستعان بيا واستعاذ بيا عن حاجة وحشة مثلا حصله، لأعيذنه، انا معاه وانا اقويه وانا انصره وانا احميه من اي حاجة وحشة ومن اي سوء وانا هحفظه. فربنا الحفيظ القوي العزيز. شوف بقى الجمال يصاحبك في الدنيا ازاي. نحافظ على النوافل السنن، قيام الليل، ربنا يعيننا واياكم دايما عليه ودايما كده يثبتنا عليه للممات باذن الله. اول ما تتكلمي معاه وتدعيه وتشكيله وتقولي له اللي انت عايزاه، المفاجاه انه هيرد عليكي. ازاي بقى؟ هيقول لي ملك من الملائكه اجيب دعاء عبدي. هقول يا رب هو ما طلبش، يا رب هو ما طلبش. انت اصلا لما تتكلمي هتتكلمي بقلبك، ما تحركيش لسانك خالص، اتكلمي بقلبك، لسانك ده ما يتحركش. تمام. ربنا هيقول لملك من الملائكة اجيب دعاء عبدي في كذا، هو محتاج كذا، اجيب الدعاء في كذا، يعني اعملوا له الحاجة اللي هو عايزها دي. فالملائكة هقول يا ربي يعني هو ما طلبش، احنا معاه ما سمعناهوش طلب حاجة. لا، انت مش الملائكة، مفيش حد زي ما قلت لك، مفيش حد حاسس بيكي وعالم باللي جواكي الا الله عز وجل. يقول لهم هو طلب بقلبه ما طلبش بلسانه. شوفي يرد عليك ازاي، شوفي سامعك وحاسس بيك ازاي. تلاقي يا رب انا خرجك من اللي انت فيه. طب ما انا بدعي واللي انا فيه ومفيش حاجه اتغيرت. لا، هي المسألة وقت بس. يمكن ربنا بيختبر صبرك، بيشوفك هترضي راضية بقضائي ولا مش راضية. لازم نرضى. وشوفي نعم ربنا عليكي، وشوفي الحاجات الجميلة اللي انت فيها وارضي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان قد نرى تقلب وجهك في السماء، يا رب حول القبلة، هو اتكلم وقال حول القبلة؟ لا، هو بس بيطلب بعينه بقلبه، مش بيطلب بلسانه. ربنا عمل ايه معاه بقى؟ سبحان الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. شفت؟ هو بس طلب، رجاؤه كله كان بعين، طلب بعين. قال بلسانه؟ لا. فلنولينك قبلة وترضاها كمان، يعني هديكي حاجة وحاجة كمان هترضيكي قوي وهتبسطك وهتفرحك وتخليكي احسن انسانة في الدنيا. تمام. خليكي معاه، اتكلمي معاه، فضفضي معاه. انس المحبين ده اللي هو الليل انس المحبين. تلاقي 2 مخطوبين، 2 متجوزين، ايا كان، الكلام بالليل بيبقى احلى واحسن مع المحبين، في وقت هادي، وقت جميل، وقت رومانسي. مش عارف. خليكي بقى الوقت الجميل الهادي الرومانسي ده مع حبيبك، مع ربنا القادر العالم بيك وحاسس بيك ورؤوف بيك ورحيم بيك وودود عليكي وبيحبك اكتر من نفسك. خليكي معاه، انت حتة من روحه، انت نفحة من روح الله، انت منه. تمام. شفتي مثلا لما واحدة تيجي تقولك لا ده ما اقدرش ازعلك، انت مثلا اخت جوزك مثلا تقولك انا ما اقدرش ازعلك، ليه؟ ده انت من ريحة الغالي. بالظبط كده. اما بالي انت بقى نفحة من روح الله. خليكي معاه، هو دايما 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 معاكي حتى لو انت مش معاه. خليكي معاه ونستحي كده ان ممكن نغلط وممكن نعمل ذنب، ونستحي من ربنا سامحنا يا رب لو عملت ذنب بالرغم من كل النعم اللي انت انعمت بها علينا. خليكي معاه، واحسن حد ليكي، هو اكتر حد بيحبك، هو اقرب حد لقلبك وروحك. يا رب يكون الفيديو عجبك. لايك بقى لو عجبك الفيديو، شجعيني اكتر، واشتراك لو اول مرة تشوفيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.